شفت يا سلطان؟ شفت عمتي؟ بدل ما تقول لي خد لك 200 300 الف مشي نفسك بيهم عاوزه تنهب لي. شفت انت هزيه اكتر من كده؟ شفت. ايوه خليك انت قاعد فيها زي قلتك. انا بفكر. تفكر في ايه؟ اصلي شفت امبارح حته فيلم امريكاني انما جبار. اسمع يا جدع انت، انا مغلول وما تخلينيش اتفش فيك. قول لي، مش انت الوريث الوحيد لعمتك؟ ايوه بس باين عليها مثبته في الدنيا قوي، وباين عليها كمان مش عايزه تودع قريب. مش مهم هي تعوز. قصدك قشر انت بس. انت اتجننت؟ عيب. برقبتي. ايوه عشان رقبتي تيجي مع رقبتك. ما تخافش. ما اخافش ازاي؟ مش هبقى شريكك؟ انت هتفضل بعيد وايديك نظيفه. ايديا نظيفه ازاي يا جدع؟ انت عايز تقتل الوليه وتقول لي ايديك نظيفه؟ بس ما تقولش اقتل. امال هتودع ازاي؟ قضاء وقدر. هي مش عندها القلب. خلاص بسيطه. انا مش فاهم حاجه. افهمك. يا نهار اسود، ايه اللي هيسوده؟ ده مفيش نقطة دم، واذا شك البوليس الطبيب الشرعي هيشخص الحالة هبوط في القلب. عادي. عادي. انا نفسي افهم بتجيب الافكار دي منين. ما هو ده موضوع الفيلم الامريكاني اللي شفته امبارح. مش بقول لك جبار؟ عملية نظيفة 100%. لا يا عم سيبنا من العمليات النظيفه بتاعتك دي. اوكي انت حر. انا حر يعني ايه؟ هتسيبني في الورطه دي لوحدي؟ شوف لي حل تاني. اقول لك، البنك الاهلي ماله؟ له فرع في الجيزة، الحراسة عليه قليلة. ناخد 5 عيال صيع معانا وقد كام قنبلة على كام صباع ديناميت ودبابتين وجوانتي. جوانتي؟ والجوانتي لازمته ايه؟ عشان تبقى العملية نظيفة. مش بقول لك ده كان حتة فيلم هندي انما عجب. بقول يا سلطان اقعد. انت والدك عايش؟ ليه؟ وهو مروح يبقى خليه يفوت ياخدك. نشوف وشك بخير يا استاذ معتز. حتى انت كمان يا عم عثمان، انت كمان عاوز تسيبني؟ هنقعد نعمل ايه؟ ما تاخذنيش. اذا كنت انت النهارده قادر تديني مرتبي بكره جايز تتعذر. منك راجل قليل الاصل صحيح، وافرض يا اخي قمت هون عليك 10 السنين دي كلها يا عم عثمان. ما هو ما تاخذنيش بقى، دي بقى دنيا بتاع مصالح. يعني لو جيت يوم بقيت مهكه وما انفعكش بحاجه مش هتقول له اوروفوار من غير ما ترد؟ معقوله برضه يا عم عثمان؟ لا يا عم عثمان، ده انت الخير والبركه. فاكر يا عم عثمان يا ما شلتني وانا عيل صغير كنت قد الكلبه دي، يا ما هشتكتني على ايديك، ويا ما ركبت على ظهري وضربتني في بطني وقلت لي شي يا حمار. بس ما كنتش بترضى تشي يا عم عثمان. وبعدين يا اخي عيل بيتدلع على ابوه. وفي عيل لما يكبر يقول لابوه يا راجل يا عجوز مناخيرك زي الكوز. هزار يا عم عثمان هزار. وبعدين هي كانت قد كوز فعلا. نهايته الله يسامحك. سلام عليكم. استنى يا عم عثمان تعال. لا يا عم عثمان، ده انت
ده انت البيت كله ده ماشي بحسك يا عم عثمان. 30 سنة البيت ده كله بتاعك انت يا عم عثمان. بعدين صدقني انا ولا اعرفش حاجة في البيت ده خالص. والله ما اعرف طريق الشاي ولا حتى الضم ابرة وفتلة. بعدين تيجي تسيبني وتتخلى بيا يا عم عثمان. طيب خلاص هنستنى. عن اذنك فضي الشنطه والحاجات دي. يلزم اي خدمه؟ لا غور من وشي دلوقتي. الله يسامحك. تعال هنا. نعم. اقعد. شكرا. استريح استريح يا عم عثمان. شكرا يا ابني شكرا. تشرب حاجة؟ قهوه. قول لي يا عم عثمان، انت كان في نصيحة عاوز تقولها لي؟ في ناش زعل من كلمه الحق؟ لا يا عم عثمان، وعمر كلمة الحق ما تزعل. كويس. شو بقى يا سي معتز؟ بصراحه كده انت جدع هايف وعمرك ما هتنفع في حاجه. يعني ما تجيبش في سوق البني ادمين 3 تعريف. اما انك راجل وقح ولسانك زفر صحيح. شفت اديك اتقمصت. قمص؟ امشي وانفز. امشي. طيب خلاص. امشي اطلب برا اطلب برا. خلاص امشي. قال انا لساني زفر وهايف. استنى عندك. تعالى هنا. ده مش هتخرج من هنا غير لما تقول لي انت قصدك ايه بالظبط. تاني امر لله. ومن غير قلة ادب. لا بقى ما تاخد كلامي كده بعقله على شوكه يا إمة. سلام عليكم. تعالى هنا. بقى انا بقى ما ينفعش في حاجه يا عم عثمان. ايوه لانك جاهل. ها ارتحت؟ لا ده انت زودتها قوي. لا عندك شهاده عليها القيمه ولا تنفع في حاجه وعوضلي وعمرك ما اشتغلت شغلانه ولا عندك صنعه. لا بقى دي مش نصيحه، دي محاضره. اسمع كلامي ما تقاطعنيش. لا ده انت هتعلمني الادب. اصلك انت بني ادم عارفك من صغرك ومربيك لانك نمرود. تعرف ليه؟ لانك اتولدت وفي بوكك معلقه دهب. ايوه انك اتولدت في بقي معلقه دهب. لان انا كده بيه، اتولدت بيه وعشت طول عمري بيه. بس هموت بيه غصب عنك. لازم اقول يبقى مش هينفعك في حاجه غير الجواز. تتجوز. اتجوز؟ هو ده الحل اللي انت واقف وذليلني قدامك ساعه عشان تقول لي اتجوز؟ ايوه تتجوز واحده غنيه بس تكون زيك فري ما وراش اي حاجه. وبعدين يا فادي؟ ولا قبل تفضل عايش معها كده مبرتع في خيرها ومالها ولا كأن اي شيء جد عليك. تعرف انها فكره برضه. مش بنقول لك ما دي الحاجه الوحيده اللي انت تفلح فيها. لا معاك حق في دي بقى. انا مدرسه. ازاي تاهت مني الفكره دي؟ لانك ما بتشغلش مخك. ما هو لو كنت بتشغل مخك من الاول ما كانش يبقى عندك اصل مشكله من ذاته. والله فكرة كويسة. يعني فكرة كده يا سلطان؟ عملية نظيفة 100%. تتجوز واحدة متريشة ونعيش سفلاقة على قفاها. كلام ايه ده يا مغفل؟ انا معتز ابو العز اعيش على قفا واحدة ست. امال اسمها ايه؟ اسمها اتجوز واحدة من عيلة ونعيش سوا على الحلوة والمرة. وماله؟ كده تبقى العملية انضف. ايوه بس نفسي مش مطوعاني يا سلطان. انا اتجوز مش قادر اتصورها دي. طب اودي وشي فين من الستات والبنات اللي عرفتهم؟ طب سمعتي يبقى شكلها ايه؟ اسمتك بقى. بس ابيع حريتي وسعادتي لواحدة ست بس احسن ما تبيع عفش بيتك وهدومك لواحد بتاع ربابيكي. ايوه بس قلبي مش مطوعني يا سلطان. المهم تختار البنت اللي هي وهم لافه من يشيل. انا عارف ان كل الستات طمعانين فيا بس مين دي اللي تقدر تستحملني يا سلطان؟ ما انت عارفني غلس قوي. عارف انت هتقول لي انت مش غلس، انت اغلس واحد شفته في حياتي. ده اللي هتقع فيك هتبقى ضحيه واهلها داعين عليها. انما قلت مفيش واحده معينه في دماغك؟ مفيش غير واحده بس هي اللي ممكن تستحمل رزالتي وغلطتي. مين هي؟ المجنونه صافي. مفيش غيرها يا سلطان. بعدين برضو دي ابوها كان باشا يعني يقدر ينغنغنا. وبعدين دي الست الوحيده اللي لو ما اتجوزتهاش ممكن تنتحر يا سلطان، ودي بقى تنتحر بجد.
مكتوبه لها. صافي. وي. صافي انا انت ايه حكايتك النهارده؟ صافي انت حاجه تانية غير كل الستات اللي عرفتهم في حياتي. انا معترف اني مشيت كتير، لكن صدقيني يا حياتي انا تعبت. انت الانسانه الوحيده اللي برتاح لها. في حد بيتكلم معانا؟ لا ده صدى الصوت. صافي انا المره دي مش بسرح بيكي، انا بتكلم جد جدا. طب وانا ايش عرفني بقى اذا كانت دي الاسطوانه اللي بتقولها لكل واحده؟ طب واجيب لك الكلام منين يا صافي اذا كانت هي دي الحقيقه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط؟ صافي انا قررت اتجوزك. دمك خفيف يا مضروب. صافي انا بقولها لك لاخر مره وبتكلم جد، تقبلي تتجوزيني؟ ميزو انت سخن يا حبيبي. بالعكس انا بارد جدا. في دي عندك حق. يا صافي ما بهزرش، اقسم لك بشرفي. باش حكايه شرفك دي. مستعد تقول الكلام ده قدام النيابه؟ قدام عيلتك كلها. انت بتتكلم جد؟ يا صافي ما بهزرش، بتكلم جد. اعتبرت يا اخر مقابله بينا، عن اذنك. والله استني يا مجنونه، بس استني عندك. انا عملت لك حاجه؟ مش معقول اقبل هزارك البايخ ده. يا صافي وحياتك ما بهزر والله، ما هو مقلب، انا بتكلم جد. اعمل لك ايه عشان تصدقي؟ ارجع لك اهو. انا لازم بحلم. اطلاقا يا حياتي، هي دي الحقيقه. عملت في نفسك كده ليه؟ اهو بقى اهبل، هتقولي ايه؟ لقيت حبك منغبش في قلبي، مكلبش في تلافيف قفايا، قلت اتجوزك. قلت ايه؟ نفارق بتاع ده؟ موافقه؟ ميزو انا في قمه السعاده. يلا بينا نتجوز دلوقتي؟ ايوه قبل ما ترجع في كلامك. طب هطلب محامي. جاهز؟ مين؟ جاهز يا سلطان. ايه ده؟ حد يروح يخطب وهو لابس اسود في اسود؟ هي دي قليله يا سلطان. انا رايح ابيع حريتي بايدي. انا هنتحر يا سلطان. مش كده امال، الشد حيلك. حاسب البدله بس. الشد على الله. المهم عملت حسابك على المهر والشبكه وخلافه؟ مهر وشبكه كمان؟ هو موته خراب ديار؟ الاصول كده. لا بقى، لو على الاصول هما اللي يجيبوا المهر ويجيبوا الشبكه ويدفعوا حق المأذون كمان. مش عاجبهم يا اخي طز. 100,000 واحده تتمنى تراب رجلي. يا راجل روق، اللي رايح يخطب لازم يبتسم. لا ما هو حاجه من اتنين، يا اتجوز يا ابتسم. اتفضلوا لحظة واحدة لما ادي خبر لسعادة الباشا. ايه ده؟ ما يصحش، نزل رجليك. اسمع يا سلطان، كل واحد لازم يعرف مركزه من اوله. اوكي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سعادة الباشا. اهلا يا باشا، ازيك يا راجل؟ الحمد لله. ازيك ايه؟ والله يا باشا ما اخبيش عليك، الفلوس مش كل حاجه. الفلوس زي الرز على قفا مين يشيل، انما السعاده هابينس فين؟ الواحد مش لاقيها. ولا ايه يا اكسلانس؟ جايز. ايوه يا استاذ معتز. ايه استاذ؟ خير يا ترى؟ هو من جهه خير قوي بالنسبه لكم على الاقل يعني. افندم؟ اصل معتز بيه بيحب يهزر. ادخل في الموضوع. والله يا باشا الناس كلها عماله تزن عليا، كلهم بيقولوا لي اتجوز. فقلت اجي اخد راي سعادتك. الجواز سنة الحياة يا ابني. كما صدق صيدة بقى. انا يا باشا قلت اخلص من الزن بتاع الناس ده واجي لسعادتك واتكلم مع سعادتك شويه. فانا فكرت في الحكايه دي، بس ممكن ارجع فيها، يعني انا لسه ممكن ارجع فيها في ثانيه. انا بفهم سعادتك. لقيت مفيش انسب
من صافي بنت حضرتك، وانا يسعدني اقول لك يا باشا ان انا ليا الشرف اني اتجوز بنت سعادتك. ده شعور كويس منك، بس انا يؤسفني ان اقول لك ان انا مش مستعد ان اتجوزها لك. ايه؟ بقول ان يؤسفني ان اقول لك يا سيد معتز، سيد؟ كان بودي، خاصة وان المرحوم والدك كان صديقي. يا سعادة الباشا الكلام ده غريب وانا بسمعه لاول مرة، انا اطلب تفسير واضح كتابة. السبب ببساطة ان صافي بنتي متعودة انها تعيش في مستوى معين، ويؤسفني ان اقول لك ان بظروفك الحالية ما تضمن لهاش الحياة المريحة. ايه الكلام الغريب ده يا باشا؟ انا اول مرة اسمع الكلام الفاضي ده. ربما، ولكن هتسمعه كتير. نصيحة اب زي ما بدلت ثروة والدك تحاول تبني نفسك بنفسك. ده اكرم لك من انك تفكر انك تعتمد على غيرك يا معتز افندي. افندي؟ لا اسمع ما اقول لك بقى يا اخ عبد الغني. انا ما عنديش وقت تاني اسمع كلام حاجة في الموضوع ده، اعتبر المقابلة انتهت. ايوه بس يا عبد الغني. انا مغلول يا سلطان، انا معتز ابو العز اترفض؟ انا ارضى بالهم والهم مش راضي بيا. يا ليل يا زمن. انا يجي اليوم اللي يتقال عليا افندي؟ انا افندي؟ معلش يا عبد الغني، ليه حضرته شايفني مثقف قوي يقول عليا افندي؟ انا مثقف؟ افندي؟ انا افندي؟ انا افندي يا سلطان؟ معاش اللي يقول لك افندي. اذا كانت الكلمه مضايقاك للدرجه دي انا اريحك. انا فعلا عايز ارتاح، عايز ارتاح لاني مخلوق، عايز اتفشى قوي يا سلطان. بسيطه، قشر انت بس وانا هوضب لك عمليه نظيفه 100%. نخلص منه وتاخد البنت ورثه جاهزه. يا عم تنيل انت راخر، احنا ناقصين مصايب. اوكي انت حر، بس انا هفرسك يا عبد الغني، هفرسك قوي. طب انا هتجوز عند، اسمع شوف لي الاجنده وطلع لي الاسامي. اوكي نبدا من حرف الالف. لا بلاش الالف ده بتشائم منه. شوف لي الميم بتفائل. الميم، حرف الميم. ميرفت. ميرفت امين؟ لا بلاش، هي ما عندهاش غير 250,000 جنيه. منى. دمها تقيل. هدى. يا جدع هدى دي طولها 7 امتار، اجوز زرافه. ميمي. ميمي؟ لا بلاش ميمي، دي متجوزه وانا ما احبش اخرب بيوت حد. اصيل. ميسة. ميسة؟ مين ميسة دي؟ انا عرفتها انت دي. لا دي البت بتاعتي انا، بس انت كاتبها هنا. شوف لي حرف النون. نون. حرف النون. نون حلو. نون، حرف النون. سلوى. ايوه هي دي، ايوه سلوى اطلبها. اوكي الو، مساء الخير. سلوى هانم، معتز بيه معاكي. الو؟ ايه؟ مش عارفه صوتي؟ لا انا مخاصمك كده، هخاصمك. طبعا انت هتموتي دلوقتي عشان تعرفي مين اللي بيتكلم. ايوه انا ميزو. ميزو مين؟ جري يا بنت. انا ميزو. ميزو بتاع الفندق. لا شوف اما اقول لك بقى هتعمل. الو الو الو. قفلت السكه. في ناس كده مالهمش في الحيوين. افهم اللي بقول لك عليه. معتز واد انتهازي وعاوز يتجوزك عشان طمعان في ثروتي. بابي ما تقولش عليه انتهازي. تقدري تقولي لي هيصرف عليك منين بعد ما فلس وبقى شحات؟
ما يهمنيش. انا بحبه مش هتجوز غيره. وانا قلت مش هتتجوزيه. انا عديت 21 سنه ومن حقي اتجوز اللي اختاره. خلاص اهو عندك، اشبعي بيه، بس يكون في علمك لو اتجوزتيه انا هحرمك من الميراث. Oh non, chérie. Dieu passé comme posé. Oui, demain. Oui, demain, je mange fondant. صافي؟ بيزو. انتي ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جيت لك بقى، احنا مش هنفترق عن بعض تاني ابدا. انا سبت البيت الى الابد. الى الابد؟ ليه جرى ايه؟ ولا حاجه، قلت لبابي انا بحب ميزو ولازم اتجوزه، وحطيته قدام الامر الواقع. يعني وافق؟ طبعا انا ابويا ما يقدرش يرفض اي حاجه اعوزها. قال لي اتجوزيه، بس لا انت بنتي ولا اعرفك، اطلعي من بيتي عليك اللعنه. طلعت عليا اللعنه. يعني جيتي باللعنه معاك. ده وبعدين؟ بس ولا قبلين سبت البيت بقى وجيت وسبت كل حاجه، وجبت معايا البنطلون الجينز والجلابيه البلدي عشان لما نسهر في بارتي. مبسوط يا حبيبي؟ قوي قوي، ده انت تجنني. طب يلا بقى. يلا ايه؟ يلا اتجوزك. صافي اعقلي يا روح، اعقلي. اتجوزك ازاي بس؟ زي كل الناس، ابعت هات الشيخ مأذون واديله ربع جنيه. ولا انت هترجع في كلامك؟ لا يا صافي، بس انا معيش ربع جنيه، قصدي معيش فكه دلوقتي. حاجه يا معتز، احنا اخوات مفيش اي حاجه، انا معايا مفيش اي حاجه. صافي لا لا لا، مش قصدي. وثانيا الاهم من كده، انا مرضاش على تصرفك الطايش ده مهما كان برضو اسمه باباكي. بس انت خليك معايا، احنا اول ما نتجوز واعصابه تهدى هيصالحنا على طول. يعني هو متأكدة انت ان احنا لو اتجوزنا وحطيناه قدام الامر الواقع ممكن بعد اسبوعين يصالحنا؟ طبعا يصالحنا. انما بقى يرجع في كلامه مستحيل. اصل بابي دماغه انشف من دماغي، وما دام حلف بشرفه انه يحرمني من الميراث يبقى ايه هو حلف بكده؟ تخيل متصور انه لما يحرمني من الميراث هيخليني اتخلى عنك. مش عارف اني مجنونه بيك. ومن جهة مجنونة هو اكيد عارف دي كويس قوي. عاوز يقفلها قدامي عشان ما وافقش اني اجوزك. بص بقى، انا بشوف ان احنا لازم نتجوز حالا علشان نثبت له ان حبنا اقوى من الحياه. ايوه يا روح، ايوه اقوى من الحياه واقوى من الزمن. بس الساعه 10 دلوقتي وكل المأذونين قافلين. ايه يعني فيها ايه؟ معلش بكره الصبح اول ما يفتحوا المأذونين اخدك ونتجوز. تعالي. طيب. ادي شنطتك معاك اهي. اوكي يا كميل. بكره الصبح. طيب. انا ما اغلبش يا سلطان. البنات دول لعبتي. انا عارف انت هتقول لي. مين الحلوه دي؟ دي عليا، ابوها مقاوي كبير قوي. السناره غمزت يا سلطان وراها. انت متاكد؟ عيب يا سلطان، ده انا ميزو. خد منها ميعاد الليلاتي. اوكي. تمام. هي الحلوه بتدور على حاجه؟ افندم؟ معتز ابو العز. معقده. عملت ايه؟ خدت منها ميعاد؟ لا، خدت منها قلم. طبعا كنت انا حسن النهارده. طب غور من وشي. هلو ميزو. مش ممكن. هلو. انت فين؟ ده انا قاعد بدور عليك. عليا انا؟ غريبه. غريبه ليه؟ انت مش عارفه انت عندي ايه؟ مش واخده بالي. صدقيني انت حاجه تانية غير كل الستات اللي عرفتهم في حياتي يا ناديه. ناديه مين؟ ما تقوليش. فاديه؟ انا ما اسميش فاديه يا سي معتز. سوري يا صفاء، حقيقه لان مرتبك شويه. ميرسي، بس انا اسمي احلام على الاذن. احلام؟ العيال دول بيغيروا اساميهم من ورايا. ابوها صاحب اكبر شركات تصدير واستيراد. كده؟ طب استناني.
صباح الخير يا أمورة. صباح الخير. طبعا انت مش فاكراني. فين وانت كتكوتة صغننة كده؟ ما شاء الله دلوقتي بقيتي مدموزيل. تاكلي بونبوني ولا شوكولاتة؟ ميرسي. فondant؟ ايه ده جيلاتي؟ جيبي لحسة جيلاتي. يا ماما يا ماما. شت خلاص يا ماما. بس خلاص. يا ماما يا ماما بس. يا ماما. شت خلاص يا ماما. بس. سمعتوا اخر الاخبار؟ مش بيقولوا في هانم ظبطت جوزها اول امبارح مع واحده صاحبتها؟ يا شيك قوي فستانك ده، اشتريتيه منين؟ اشتريته من ديفيليه شيراتون الاسبوع اللي فات. مبروك. مساء الخير. الله. ايه المفاجأة الحلوة دي يا ولد؟ انت ميزو؟ عمتي وحشتيني موت يا عمتي. وانت كمان وحشني قوي 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 يا ميزو. لا مؤاخذة، مين الهوانم؟ دول صحباتي، ده بقى مزموستي. ده معتز ابن اخويا المرحوم ابو العز. اتفضل ميرسي يا فندم. عمتي، مين الست اللي هناك دي اللي على يمينك على طول؟ دي عفة هانم، مرات المرحوم الزعفراني بيه، اكبر جوهرجي مشهور. تاخد شاي ولا قهوه ولا انا اخد اي حاجه. لا مؤاخذة عفة هانم، ما تتصوريش انا حزنت قد ايه على وفاة المرحوم الزعفراني بيه، لكن صدقيني يا عفة هانم، ادي الحياة. انا اللي مزعلني قوي واحدة زي حضرتك تترمل في شبابها، في عز عنفوان شبابها، الصحة والحيوية. فين جمال حضرتك دلوقتي؟ من ايام المرحوم خوفو ما شفناش حاجة زي كده. باقية في حياتك. الزعفراني بيه مات من 20 سنة يا ابني، يعني لازم تفكرني. مين الست اللي جنبي دي يا عمتي؟ احسن. انا شفت حسين. حسين هاني. دي اظن مرات سليم الشعراوي ده صاحب اكبر مصانع الشعراوي. لكن بيني وبينك اتطلقوا يجي من جمعتين، اغنياء قوي هي وهو. تاخد شاي يا ميزو ولا قهوه ولا اعمل لك ايه؟ اي حاجه يا هانم. مع اني بكره الطلاق، انما اسمحي لي اقول لحضرتك حاجه. بركه اللي اتطلقته. جوز حضرتك ما كانش يستحقك. واحده زيك بالجمال ده بركه اللي مشي. من فضلك حاسب على كلامك. انا رجعت لجوزي الاسبوع اللي فات. برضو عمتي، انتي تعرفي نفيسة عبد ربه؟ ايوه. معرفة سطحية. بس واحدة زيك تعرف الاشكال دي. انت بتقول ايه؟ دي ورثة 3/4 مليون جنيه. مش ممكن ايه؟ ده ابوها كان من اغنى اغنياء اسكندريه. دي ارجوك تديني فرصة اشرح لك موقفي. انا عارف بتقول عليا انسان حقير. حقير قليل عليك. حقير وتافه، ما عنديش لا دم ولا اخلاق، انما مش دي الحقيقة. استاذ معتز، من فضلك تطلع بره. انا مش هطلع بره ولا هتحرك من هنا قبل ما اشرح لك موقفي. نفيسة انت لازم تعرفيني على حقيقتي. انا ما احبش ولا يشرفني اعرف واحد زيك. انا بعتذر على اللي حصل، انما صدقيني يا نفيسة، انا ما قصدتش ولا حرف من حكاية الشيلين دي، لا جد ولا هزار. انا اضطريت اقول الكلام ده غصب عني. يعني ايه غصب عنك؟ الجبن وحش يا نفيسة. انا خفت اصرح بحبي، اضطريت اقول الكلام السخيف اللي قلته. انا معترف اني جبان،
شوف انا مرتبك ازاي، مش عارف اتكلم. انا مش فاهمه حاجه. تصوري بقى دي حالتي. انا كنت عايز اصرحك بحبي، انما اول ما بصيت في عينيك خفت شجاعتي وخانتني شجاعتي، وبقيت مش عارف اتكلم ولا اقول حاجه معاكي. تصوري انا بنكسف منك يا نفيسه، تصوري بقى دي حالتي، وحسيت اني ما استاهلش حبك. انا كنت فاكراك غير كده خالص. تصوري اول مره في حياتي اكلم واحده زيك، عامله قصدي واحده بنت زيكي. وانا كمان اول مره في حياتي اكلم واحد شاب. ما تتصوريش قد ايه يا انسه نفيسه حالتي. انا قعدت امبارح طول الليل الطم واشد في خدودي وامسك قفايا انسه نفيسه، انا كنت هشنق نفسي. طب بس كفايه ارجوك ما تكملش. نفيسه انا ازاي اسيب كنز زيك الطم؟ انت خلتني على قد ما وجدت ليك، على قد ما كرهتك. ودلوقتي؟ لا، دلوقتي انا عرفت الحقيقه. نفيسه انا اسعد انسان في الدنيا. وانا كمان. الله، دبلانه وحلوه. سلطان، وجدتها يا سلطان.